السلام على الجميع. اليوم غنحضر معكم الحرشه ديال البلبولات الشعير اللي كتجي رائعه ولذيذه وهشيشه وكذلك صحيه. تبعوا معايا الطريقه حتى الاخر. في واحد الاناء كندير 2 كيسان ديال بلبولات ديال الشعير بعبار كاس العنبه. من بعد كناخذها وكنغسلها مزيان، كنأكد عليها تقريبا 3 ديال المرات. من بعد ما كنغسلها كناخذها وكنسقطرها وكنضيف ليها كاس ديال العنبه ديال الماء غليان، كنأكد عليه يكون غليان. من بعد كنضيف معلقه ديال الزعتر، وكنضيف معلقه ديال اليازير، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحبوب، وشويه ديال الملحه. كنضيف ايضا معلقه ديال السكر، والكاس ديال السميد رقيق بكاس العنب، قياس كاس العنبه. كنضيف 3 المعالق ديال زيت الزيتون. من بعد كنضيف كيس ديال الفاني وكيس ديال الخماره ديال الحلويات. كنخلط المكونات ديالي مزيان يندمجوا مزيان صافي. من بعد ما كنخلطهم كنخليها ترتاح جانبا. ومن بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي كناخذ مقلاة اللي كتكون بارده وكندهنها بشويه ديال الزبده صافي، وكنرش عليها شويه ديال السميد. من بعد كناخذ العجينه ديالي وكنديرها في مقلاة، كنقادها بحال هذا الشكل هذا وصافي، وكنديرها فوق النار. من بعد ما كتوجد ليا كنقدمها، كتجي هشيشه لذيذه فنه رائعه وناجحه وكذلك صحيه. وما عليا نقول لكم غير بالصحه والراحه ومع السلامه.